انا بالنسبه لي اليوم اللي بعمل فيه المحشي ده بحس كده ان انا رجعت بالذاكره لورا، ايام الطفوله بقى وايام امي الله يرحمها، والايام الجميله دي. المحشي المصري ده مش مجرد اكله طبعا، ده طعم البيت وطعم الذكريات وطعم كل حاجه حلوه. هوريكم بقى طريقتي في اعمال المحشي وان شاء الله انا واثقه ان هي تعجبكم جدا. اول حاجه انا بجيب البصل ما ببشروش، بقطعه مكعبات كده، وبحط عليه قرنين فلفل حراق. لو انتوا عايزين تحطوا فلفل رومي حطوا. بعد كده بحط معلقة سكر واسيبها بقى تتكرمل مع البصل ومع الفلفل. اول ما تتكرمل وتديني لون ذهبي بالشكل ده، احط عليها معلقة من معجون الطماطم اللي هي الصلصة، واسيب اقلبها بقى واسيب الصلصة لغاية ما تنشف. يعني انا عايزة الصلصة بتاعتي تنشف تبقى شكلها كده علشان المزازة اللي فيها تروح. طيب بعد كده بقى بنزل بعصير الطماطم، وطبعا كل ما بتكتري الطماطم للمحشي كل ما بيبقى طعمه احلى. بنقلبهم ونسيبهم بقى على نار هادية يسبكوا. اجي بقى في الحلة اللي انا هحشي فيها احط حتة زبدة، واجيب البتنجان بتاعي بعد ما قورته وغسلته وصفيته، اشوحه بقى مع حتة الزبدة دي في الحلة. الخطوة دي بتخلي البتنجان طري وما بتخلوش مجلد. هنحط له بقى شوية ملح وشوية فلفل ونشوحه 5 دقايق كده، فبتخلي البتنجان طري ما بتخلوش مجلد، وبتخلي الجلدة بتاعته كده زي الزبدة بالظبط. انا عندي بقى كنت مقورة الكوسة والفلفل، احط بقى البتنجان جنبهم. طب احنا الكوسه والفلفل هنسيبهم كده؟ لا طبعا، هنعمل لهم ايه؟ برضو وصفه وتكايه. اجيب شويه ملح على شويه فلفل اسود واقلبهم كلهم مع بعض بالشكل ده. وبعد كده اجيب الكوسه واعمل لها زي مساج كده بالملح والفلفل من جوه ومن بره. يعني احط فيها كده شويه ملح وشويه فلفل وادعكها كده من جوه ومن بره كده. نفس الحكايه مع الفلفل. انتوا عارفين طبعا ان الفلفل الاخضر او الفلفل الرومي والكوسه طعمهم مش قوي، يعني طعمهم بالبلدي كده بنقول طعمهم مايع شويه. فاحنا لما بنعمل الخطوه دي بتعزز الطعم قوي، وبتخلي بتقوي الطعم وبتظهر طعم الكوسه وطعم الفلفل، بتظهر اصلا طعم المحشي كله. فالخطوه دي بجد هتفرق معاكم قوي، جربوها، بتدي نتيجه تحفه في المحشي. خلاص خلصنا بقى المحشي بتاعنا، الكوسه والفلفل والبتنجان. بصوا انا بنقي البتنجان صغنن ازاي، مين بيحبه صغير زي كده. الكوسه برضو نفس الحكايه والفلفل. هجيب بقى الحله اللي انا شوحت فيها البتنجان واحط فيها، عارفين جذور الخضره اللي احنا بنرميها دي؟ انا باخدها اغسلها كويس قوي واحطها في القعر بتاع الحل، بحيث ان انا ارص عليها المحشي. هجيب برضو بصلايه متقطعه مكعبات كده نيه، واحط عليها فلفل اسود، ونخلي بالنا طبعا من الملح وكمون وكزبره. واحط بقى بهارات محشي دي بجيبها من العطار، دي تحفة. هي بهارات في علبة خضرة كده، انا مش فاكرة اسمها بصراحة. بس بتدي ريحة وطعم حلو قوي للمحشي. ندعك بقى، لما ندعك البصل مع التوابل، البصل بيطلع الزيوت العطرية وبيبقى طعمه حلو قوي. نحط بقى حتة زبدة صغيرة كده، معلش بقى سامحوني في موضوع الزبدة ده، بس ده محشي بقى ما بيتاكلش غير كل فين وفين، فيوم بقى وهيعدي ان شاء الله يعني. فنقلب بقى البصل مع الزبدة واحطهم على الرز. انا هنا ما بغسلش الرز، بجيب رز، طبعا الرز دلوقتي كله نضيف، فبجيب الرز بحط عليه البصل وبحط الخضرة بتاعتي، شبت وكزبرة وبقدونس، بس بكتر الشبت شوية، يعني ممكن احط مثلا ربطتين شبت. واحط بقى الخضرة. انا بحب دايما الخضرة تبقى قد الرز او يمكن اكتر كمان، بحيث ان احنا ما ناكلش رز كتير، وفي نفس الوقت تبقى طعم المحشي بتدي طعم حلو للمحشي. دي بقى التسبيكة بتاعتنا اتسبكت بقى، سيبناها على نار هادية كده، فاتسبكت وطلعت معانا كده بالشكل ده. احطها بقى على المحشي بتاعي واقلب. طيب لو انتي مش عايزة تاكلي او مش عايزة تعملي جنب المحشي لحمة او فراخ، ينفع، ينفع. المهم بس يكون عندك شوربة كويسة شايلها في الفريزر، وتجيبي بقى بعد ما نقلب الخلطة كويس، هتجيبي لحمة مفرومة. هتحطي بقى ربع كيلو ونص كيلو زي ما انت عايزة انت ومقدرتك، وتحطيها على المحشي كده بقى. المحشي بتاعنا باللحمة، فتقدري تستغني عن ان انت تعملي جنبه لحمة او فراخ. هتقلبي بقى اللحمة كويس مع الخلطة بتاعتنا، ونبتدي بقى في عملية الحشو. طيب اي حاجة بتتعبى
انا ما بحبش اكبسها بايدي او بصوابعي كده، انا بحط الرز وبخبطها كده بحيث ان الرز ينزل براحته وما يبقاش متكبس. احس ان هي محتاجة تاني ازودها، لكن ما اكبسهاش بقى بايدي او بصوابعي كده. عشان الرز بتاعي يطلع مفلفل وتطلع الرزاية برزيتها كده، ويبقى يعني مش متعجن، يستوي بس يبقى مش متعجن. فأي محشي بيتعبى أنا بعمله كده، بنسيب حوالي نص قيراط كده من فوق، بندي مساحة لتسوية الرز. نفس الحكاية بعملها برضو مع الفلفل، برضو بخبطه كده بحيث ان هو ينزل الرز ويبقى فيه فراغ كده، فيه هوا بين الرز، يعني الرز مبقاش مكبوس على بعض. وبنضفه طبعا، بحب المحشي يبقى شكله نضيف، ما احبش يبقى عليه رز كده من بره. نحشيه وننضفه ونبتدي بقى نرصه في الحلة بتاعتنا. هنيجي بقى على الخضرة اللي احنا حطيناها دي، وبحط واحدة بتنجان وواحدة كوسة. طبعا الكوسة ليها طعم والبتنجان ليه طعم، فلما بيتحطوا جنب بعض الاتنين بياخدوا من طعم بعض، بيبقى طعمهم حلو. دي برضو تكاية صغيرة كده. وباجي بقى في النص برص الفلفل بتاعي، وابتدي ارص البتنجان والكوسة حواليه. واجي بقى الشوربة اروح ساقيها واحطها على نار عالية الاول. اول ما تغلي اوطي عليها خالص على نار هادية لغاية ما يستوي ويطلع معانا بالجمال ده. بصوا بقى الرز مفلفل ازاي، مفيش رز معجن وفي نفس الوقت مستوي، عشان احنا ما ضغطناش الحاجة واحنا بنحشيها. شايفين البتنجان طري وما شاء الله، مش مجلد، الجلدة بتاعته ناعمة وطرية زي ما انتوا شايفين كده، واللحمة المفرومة طبعا باينة اهي. الكوسة نفس الحكاية مستوية كويس قوي، ولو بصيتوا للرز من جوه هتلاقوه مفلفل كده مش متعجن. علشان التكاية اللي انا قلت لكم عليها ان انتوا تخبطوا كده المحشي بحيث ان هو يبقى فيه فراغ او هوا للرز. ده كده كان الطبق بتاعنا النهاردة. اللي بيشوفني بقى لأول مرة وبيشوف القناة لأول مرة، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.